السلام عليكم ورحمة الله البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ جينا نصوبوا ان شاء الله بحول الله الدونات الدلولي اللي كيعجبوا الوليدات الصغار بالشكلاط. هنا كيف ما كتشوفوا راني واحد القياس ما دايره له في الشكلاط، لحقاش غير الوليدات الصغار المهم من عشاق الشوكولا. المهم تبعوا معايا ان شاء الله، نمشيو نشوفوا المقادير. هنا البنات عندي واحد الجبانه، عندي معلقه د الخميره كبيره ولكن راه ما عامراش على حقاش دابا الجو شويه سخون. عندي البنات كاس ديال الحليب، كاس د الماء، نص كاس د الزيت، نص كاس السكر سنيده، وعندي جوج حبات ديال البيض وطحين دقيق ناعم على حسب الخليط راني مغربلاه وحاطه حدايا. غادي نخلط ان شاء الله وغادي نشوف شحال من كاس غادي نضيف لهاد العجينه هذه. مكونات اللي هما بساطين ومتواجدين في الدار البنات، يعني موجودين هاد المكونات هادو في الدار. هنا البنات غادي ندير السوائل هي الاولى كيف ما كتشوفوا معايا. درت كاس ديال الحليب، كاس د الماء، كاس د الحليب كيف ما شفتوا، ونص كاس ديال الزيت كيف ما غتشوفوا معايا البنات. غندير نص كاس ديال سنيده. دائما الحلاوه البنات نقصوا منها لحقاش غادي نديروا الشكلاط ضروري غادي نقصوا من السكر، يعني من مذاق السكر. هنا البنات غادي نحرك، وديك البيض ما غنديش نضيفو دابا حتى تفاعل ليا ان شاء الله الخميره مع داك السكر ومع داك السوائل اللي درنا ان شاء الله. وعندي جوج معالق ديال الزبده غادي نخليهم حتى للتالي ملي غنجمع الخليط. هنا البنات غادي ندير كاس ديال الدقيق، غادي نضيفهم على داك الخليط باش تفاعل ليا الخميره، يعني ملي كتفاعل الخميره كتجي العجينه ديالنا زوينه وخفيفه. هنا البنات عندي النكهه ديال الناطه، نكهوا بالنكهه اللي بغيتو. انا المهم كانت متواجده عندي في الدار راني درتها. نكهوا باي نكهه بغيتو وحده اخرى من غير الناطه، يعني انا النكهه الناطه كانت عندي متواجده في الدار ضفتها. هنا البنات غادي نخليو من بعد ما درت كاس ديال الطحين مع داك الخليط غادي نخليه يختمر ونرجع معكم. هنا البنات كيف ما كتشوفوا تفاعلت داك الخميره مع داك السكر وداك الدقيق اللي راحنا درنا. هنا غادي نخلط وغادي نسرع شويه الفيديو البنات على حسب باش ما يجيش طويل. هنا غادي نضيف الملحه البنات، الملحه ديروا القياس اللي بغيتو. ضفت ديك جوج بيضات اللي عندنا كاملين، وان شاء الله بحول الله غنبقى ندير بالكيسان. دابا هنا الكاس الثاني الثالث، وان شاء الله من بعد غادي نخدم بيديا لحقاش العجينه كيخصها تجي خفيفه شي شويه، ما خصناش نقصحوها بزاف. هنا البنات درت الكاس الرابع وكنضيف الكاس الخامس البنات كيف ما غتشوفوا معايا، وضفت جوج ديال اكياس ديال خميره الفوريه او خميره بيكين باودر، جوج ديال الاكياس من الحجم ديال 8 غرام 8 غرام. وهنا غادي ندير نكهه الناطه، درت يعني معلقه صغيره. ديروا النكهه اللي بغيتوا البنات. وهنا غادي ان شاء الله غادي نعجن العجينه بيديا ضروري، حيت ما يمكنناش نعجنوها بالمعلقه. هنا البنات درنا الكاس السادس، يعني هزت لي هاد العجينه 6 ديال الكيسان البنات ونص اللي هزت لي هاد العجينه. ودائما العجينه غادي على حسب الخليط ديال الطحين، واش كيشرب داك الطحين اولا ما كيشربش. هنا البنات كيف ما كتشوفوا نص كاس ديال الدقيق، ولكن ما غاديش نضيفو كامل حيت انا خصني ديك العجينه تجيني كتلصق في اليد، يعني ما تجيني خفيفه، ما خصنيش نقصحها. هانتوما كتلاحظوا راني كندير ويعني غير بشويه بشويه. هنا ان شاء الله من بعد ما غادي نعجن ونجمع العجينه ديالي، يعني غادي ندلكوها غير واحد شويه، يعني ما غاديش نديروا معاها مجهود. هنا كيف ما شفتوا راني هزت ليا العجينه داك الخليط 6 ديال الكيسان اونص ديال الدقيق. هنا ضفت جوج المعالق ديال الزبده البنات، ضروري تكون ديك الزبده بدرجه حراره المطبخ حيت باش كتطلق معنا وكتدخل مزيان في داك العجينه. نجمعوها مزيان وندلكوها مزيان ونخليوها ان شاء الله تختمر المره الثانيه باش داك الدونات كيوجدوا، يعني كيجيو خفافين وكيجيو زوينين وكيجيو مفشفشين. هنا البنات من بعد ما دخلت فيها داك الزبده غادي نخليها تختمر ان شاء الله المره الثانيه ونرجع معكم.
هنا كيف ما كتشوفوا البنات راها اختمرت كيف ما كتشوفوا، والعجينه راها كتجي خفيفه، راها شربات شي شويه ولكن راها كتجي خفيفه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. حيت علاش خصنا تكون خفيفه؟ حيت كنرشوا الطحين وكنوليو نجمعوا ديك العجينه، حيت ملي نصوبوا كنقطعوا ضروري كنوليو نجمعوها، وداك الطحين باش هي خصها تجي خفيفه، يعني باش ما توليش تشرب لنا من بعد بزاف. وهي راه حنا كنتحكموا فيها، مهما كديري لها الدقيق راه كي كتحكمي فيها. هنا ضروري كنرشوا الطحين او الدقيق على داك السطح العمل اللي كنخدموا فيه، وكنطلقوها البنات بهذا القياس اللي غادي نوريكم ان شاء الله. كيبقى واحد سنتيم تقريبا او سنتيم ونص. ما خصناش نرقوا هاد الدونات مزيان يعني بزاف، ما خصناش نخليهم مغلاضين بزاف، حيت من بعد راه حنا دايرين الخميره ودايرين الخمارات ديال الحلوه، من بعد يعني كتنفخ. ها انتم البنات بهذه الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا راني نخليها شويه غليظه. ها انتم كيف ما كتشوفوا يعني ما مرقينهاش مزيان وما مخلينيهاش غليظه، يعني ما مخليهاش غليظه يعني بزاف. البنات عندي هاد القطعه هذه كيف ما كتشوفوا معايا ديال الحريشات اولا ديال البيتزا صغيره، وقطعه ديروا القياس اللي بغيتو، ديروا بزلافه، ديروا بشي يعني بشي مول زعما شي قطعه صغر من هذه. المهم انا عندي هذه متواجده عندي في الدار، قضيت بها يعني كنقضي غير بداكشي اللي عندي في الدار البنات. وغتشوفوا معايا يعني باش غادي نقطع الوسط ديال الدونات بهاد الطويصات ديال الحلوه اللي كيكونوا معمرين بالحلوه اللي كنزوقوا بها الصابلي او كنزوقوا بها الكيك او شي حاجه، راني كنقطع بها. ومن بعد البنات غادي نستعمل غير الغطايه ديال قرعه الماء، حيت هذه شويه جاتني العوينات ديالها كبارين شي شويه، وحنا خصنا داك الدونات يجيو العوينات ديالو صغيورين شي شويه. هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات راه حنا كنتحكموا في العجينه، واخا راها جاريه شي شويه يعني قابطه راسها متماسكه. وهنا كنكمل العجينه اللي بقات عندي البنات، وضروري داك العجينه اللي كتبقى كنكمسوها بوحديتها، ما كنزيدوهاش على العجينه الاولى باش كنخليوها تطلق شي شويه على ما كنساليو العجينه اللي كتكون مطلوقه عندنا، وكنوليو نرجعوا للتتمه ديال العجينه الاخرى. الا كيعجبوكم البنات الفيديوهات اللي كنقدم معكم واللي كنحط معكم، كنشكركم بزاف بعدا على المشاهده ديال الفيديوهات. ولا عجبوكم ما تنساونيش من الجيم من جيم ديالكم ومن بارطاج وضروري ديروا لنا شي كومونتير زوين. طبيعه الحال الا عجبكم الفيديو الفيديوهات ديالي اللي كنحط معاكم البنات. هنا البنات كيف ما كتشوفوا راني كندير غير واحد الغلاقه ديال قرعه الماء كيف ما كتلاحظوا باش غادي يجيوني ديك العوينات غير صغيورين البنات. يعني انا الفيديوهات اللي كنقدم معاكم داكشي بسيط من قلب داري، يعني ما كنديرش شي حاجه اللي هي فوق الطاقه او فوق الجهد. قبلوا عليا، كنتمنىكم تقبلوا عليا البنات. وهنا كنخليهم يختمروا ديك الدونات ديالنا، وكنسخن الزويته اولا الزيت ديالي في واحد الكاسرونه اللي هي عندي كبيره، هذه مخصصها انا غير القلي هاد الكاسرونه حيت ثقيله بزاف وكتحمر لي الحاجه بواحد الطريقه اللي هي زوينه، ومخليها انا غير القلي فاش كنبغي نقلي شي حاجه هكا اللي كتكون خصها يعني بزاف ديال الزيت كنديرها في ديك الكاسرونه. وهنا البنات من بعد ما وجدوا الدونات ديالنا راهم كيتحمروا بواحد السرعه، يعني ضروري غادي نقصوا البوطه البنات ضروري. وهنا كديروا الشكلاط اللي بغيتو يا الكحل اولا البيض. انا اكتفيت غير بالشكلاط الكحل، وغادي نزوق بشويه الشكلاط بيض وبزوقوا وديروا الفيرميسيل، ديروا يعني اي حاجه عندكم في الدار البنات متواجده ديروها، ديروا الكوك، ديروا خليهم غير هكاك بالشكلاط كحل، ديروا اللي بغيتو. هنا البنات داك البلاستيكه اللي انا دايره فيها داك شويه الشكلاط بيض
هنا كيف ما كتلاحظوا البنات داك الشكلاط اللي دايره انا في ديك البلاستيكه دايره واحد شويه ديال الشكلاط ابيض كيف ما كتشوفوا. كنديروا خطوط بهذا الشكل هادو اللي هما خطوط عشوائيين، والاخرين كنديرهم بالفيرميسيل الوان. يعني زوقوا الزواق تيبقى من اختياركم، بغيتو تخليوهم هكاك البنات خليوهم. انا راني نص تقريبا مخلياه بلا شكلاط بلا حتى شي حاجه، غادي نتناولوه هكاك مع كويزداتي كيجي زويونين. والاخرين الوليدات الصغار من بعد ما كنديرهم في الثلاجه كيبردوا وكنزوقوهم كيف ما كتشوفوا. يعني زواق تيبقى من اختياركم البنات. وكنتمنى هذا الفيديو لا عجبكم البنات ما تنساونيش ملي لايك وملي جيم ديالكم. هذا فضلا وليس امرا. اللي بقات معايا حتى لهنا كنقول لها شكرا ليكي بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح ومبروك عواشركم مره واحده اخرى. وان شاء الله بصحيحه والسلامه والهنا والنجاح لوليداتكم. ومره واحده اخرى كنقول لكم شكرا لكم بزاف، واللي وصلت معايا حتى لهنا ما تنساش جيم، ما تنساش دير بارطاج مع العائله ديالها مع الاصدقاء ديالها. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر دائما ان شاء الله مع اي حاجه اقتصاديه وبسيطه اللي كتكون عندنا في الدار متواجده. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.